بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كريب زي بتاع المحلات بالظبط، لا هنحط عليه لا بيض ولا لبن ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها. اصلا يا جماعه الكريب الحادق ما بيتحطلوش لا بيض ولا لبن في العجينه بتاعته، ده اللي احنا بناكله بره، فعشان كده هي بتبقى عجينه اقتصاديه وسهله جدا. بصوا بقى، اول حاجه بنجيب كوبايه دقيق. الميه احنا ما بنحددش مقدار للميه، وهقول لكم ليه دلوقتي. احنا هنحط شويه ميه يا دوب نقلب فيهم الدقيق، وهنحط عليها معلقه سكر ومعلقه ملح ومعلقه توم بودره. التوم البودره دي بتخلي طعم الكريب نفسه حلو قوي، يعني حتى لو ما فيهوش حشو بتخلي طعمه حلو قوي. وكمان معلقه بصل بودره. هنقلب كل ده مع بعض. بصوا هتطلع معانا عجينه تخينه. ليه بقى انا قلت ما نحطش ميه؟ لان انا هفضل احط بقى شويه بشويه لغايه ما اوصل للسمك بتاع الكريب اللي انا عايزاه، وهقلب برضو بالمضرب. بعد كده بقى يا اما اضربه بالهاند بلندر يا اما اضربه في شفشق الخلاط. المهم ان انا عايزه عجينه ناعمه وما فيهاش اي كتل. اجي بقى على الطاسه بتاعتي بتاعت الكريب، او اي طاسه او صينيه عندك، هتدهنيها دهنه خفيفه قوي من الزيت. يعني حتى مش هندهنها بالفرشه، هندهنها بمنديل كده دهنه خفيفه قوي. ونحط الكريب بتاعنا ونفرده في الطاسه، وبعد كده نروح قلبينه الناحيه التانية. بنعرف ان هو استوى ازاي؟ لما بنشوف فيه النقط اللي هي الحمرة دي، معنى ان هو يعمل نقط حمرة كده يعني العيش بتاعنا بتاع الكريب استوى. بنعمل بقى الكمية اللي احنا عملناها في العجين، بتطلع معانا كمية حلوة جدا من حوالي نص كيلو دقيق. ارخص بكتير من اللي بنشتريها بره، وهم بره المحلات بيعملوه كده، ما بيحطوش عليه ولا بيض ولا لبن. اوعي تحطي على الكريب بيض ولبن، هيديكي طعم زي الكانيلوني. بعد كده بقى هاجي للحشو بتاعي، وانا هنا هحشيه بالسوسيس. الكريب كمان بيبقى احلى لو حشيناه بالبانيه، عارفين البانيه المقرمش ده بيبقى كمان طعمه احلى لو حشيناه بيه. بس انا اللي كان عندي سوسيس فقطعت السوسيس حتت طويله كده. واي حاجه فيها لحوم انا لازم اشوحها على النار شويه، فشويه زيت صغيرين هشوح فيهم السوسيس بتاعي لغايه ما يبقى لونه محمر كده. انا كده ببقى مطمنه ان تمام يعني. بعد كده بقى باخد السوسيس بعد ما بيتشوح، بس بحطه في طبق واسيبه لغايه ما يبرد خالص. انا ما ينفعش احط اي حشو في العجين في اي معجنات وهو سخن، بسيبه بقى يبرد خالص. وبعد كده بجيب الرغيف بتاعي. انتوا طبعا تقدروا تعملوه اكبر من كده، لو مثلا ظهر صينيه بقى كبيره تقدروا تعملوه اكبر من كده. بنحط فيه معلقه كاتشب ومعلقه مايونيز، وجربوا الخطوه دي. وبنفرشها على كل العيش، ما بنسيبش حته من العيش غير لما بنحط عليه كاتشب ومايونيز. دي بتديله طعم حلو قوي، وبتخليه يعني حتى لو كلنا لقمه كده ما فيهاش حشو بيبقى طعم العيش نفسه حلو. بطبقه 4 بالشكل ده، واجي بقى في ربع منهم كده افتحه وابتدي احط فيه الحشو. هما بيعملوا كده في المحلات على فكرة، ودي اسهل طريقة ليكي. فهتحطي الجبنة الاول، والجبنة طبعا عشان تلزق بقى الحشو بتاعنا كله يلزق في بعضه، فالجبنة طعم وفي نفس الوقت زي غيرة كده بتلزق كل المكونات. انا هنا حطيت فلفل هالوبينو، انتوا ممكن تحطوا شرايح زيتون اخضر او اسود اللي بقى بتحبوه، طبعا الحشوة دي حاجة بتاعتكم انتوا. وهحط برضو السوسيس او الفراخ بتاعتي او الشاورما او الحاجة برضو اللي انا هستعملها. بعد كده هاجي بقى على طاسة. بصوا بقى خدوا بالكم من النقطة دي، الطاسة نفسها تكون سخنة قوي، وهحط الرغيف بتاعي على الناحية اللي فيها الحشو علشان الجبنة تسيح ويلزق في بعض. قلنا الطاسة تبقى سخنة قوي، لكن النار نفسها تبقى متوسطة. ليه بقى؟ عشان يديني رغيف مقرمش من بره زي ما انتوا شايفين كده، ويبقى الحاجة بتاعتي استوت او الجبنة سيحت. فانا عايزة النار متوسطة، والطاسة هي اللي تكون سخنة. ده كده كان الرغيف بتاعنا. اظن مفيش اسهل من كده ولا احلى من كده. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم فيها. وبكده يكون خلصنا الوصفة بتاعتنا النهاردة، واشوفكم على خير في فيديو جديد.